أناحة ولا بلاحة ولا ملاحة اللاعب المغربي دوت يا برنس عمل تصريح النهارده على منتخب مصر لازم نرد عليه عشان تصريح سخيف جدا جدا جدا. شوفوا أناحي اللاعب المغربي بيقول ايه عن منتخب مصر. عز الدين أناحي طالع يقول ان منتخب مصر اللي فاز ببطولة كاس افريقيا 7 مرات منتخب محظوظ بيسجل جول من كرة ثابتة وبعد كده اللعيبة بتاعته بتقعد تقع علشان تضيع وقت. فاحنا خلينا ماشيين معاه واحدة واحدة ونطنش ان مستحيل ان انت تكسب البطولة 7 مرات بالطريقة دي. بس منتخب مصر نفسه اكتر منتخب سجل في نسخة واحدة في تاريخ البطولة في 2008 و2010 15 جول، رغم ان البطولة وقتها كانت ب 16 منتخب، وده رقم ما عملوش منتخب الجزائر في 2019 ومنتخب السنغال في 2022 حتى بعد البطولة ما بقت ب 24 منتخب. الحقيقه الرد على تصريحات اللعيبه مش شغلتي، لا بحب ارد وبعمل عبيط، ساعات بيبقى في تصريح لاثاره الجدل علشان يعمل بروباجندا فيتشير تقريبا، فالحقيقه ما بحبش ارد. اما التصريح ده غريب جدا خصوصا انه من لعيب كبير، في الحقيقه انا مش فاهم هو قصده ايه بان احنا مثلا بنجيب جون وخلاص ممكن ننام عليه طول 90 دقيقه، ان احنا بنضيع وقت يعني. يا راجل ده على راي كابتن سيد معوض احنا كنا غالبين الجزائر 4-0 وعاوزين نجيب الخامس، وكانوا هم اللي بيضيعوا وقت علشان خاطر النتيجه تقل. ما هو مش احنا يا ابني. شكلك بتتكلم عن المنتخب غلط، مع احترام لاخواتي المغربيه، ولكن ده المغرب اللي بتعمل كده. منتخب المغرب بالانديه المغاربه بانديه المغرب كلها، مع احترامي لاخواتي المغاربه برضه، ولكن هم الاساس، هم البذره اللي زرعوها. افريقيا بشرقها وغربها عارفين اسلوب مين ده كويس. ده انتوا بسبب اللي اتعمل عملتوا سمعه وحشه، وبقى بيتقال تضييع وقت بطريقه شمال افريقيا. ولما في ماتش الوداد وسان داونز السنه اللي فاتت 2-2 عبره، بعد الجون التاني لعبتكم ما لعبتش الكرة دي على بعضها، كل ثانية لعيب يقع على الأرض عشان الماتش يخلص. ده أنا بقول لك رئيس الوداد اللي بيفوز بالبطولات طلع بيتاجر فيه الكيف. قبل ما تيجي لحد بيرد وتقول انت بتعمل فتنه، شوف المصدر بتاع الفتنه الاول، شوف اللي بدأ الاول واتكلم، وبعد كده الناس على فكره لها حق الرد طالما في اطار كره القدم. انا كسبانك من غير بقى عيسى حياته ولا الكلمتين اللي انت حافظهم. انا ممكن برضو بنفس اللغه بتاعتك اقول لك ان منتخب المغرب ما قدمش اي حاجه في كاس العالم، ووصل نص النهائي بضربات الجزاء، ولكن مش هكدب على نفسي، انا شفت ان المنتخب المغربي من امتع المنتخبات اللي كانت في البطوله. انا كنت بشجع المنتخب المغربي، ولو بكره هيلعب كاس عالم هشجعه.